سلام حبيباتي، واش راكم؟ ماكم العشرة كتقولوا ولا اليوم جيتكم وصفه جديده على غلات. اليوم جبت لكم حلوه جافه بزاف بنينه يا البنات. حلوه روعه، تحضريها في وقفه ما تديش كامل الوقت وتخرج لك كميه كبيره. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. طلبت مني مشتركه عندها عرس، طلبت مني حلويات اللي نحطوهم مع القهوه. اليوم انا جيت لبيت لك الطلب ديالك ودرت لك حلوه ما شاء الله على طريقتي. شوفوا كيفاش خرجت روعه البنات. حلوه اقتصاديه تقطع لك كميه كبيره وتخرج بنينه. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. عجبتكم الوصفه حبيباتي؟ تابعوا معنا الفيديو بتعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. نشكر كامل المشتركات اللي دخلوا عندي، جيت نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. والمشتركات ديالي قديما نقول لهم هذه قناتكم، انا ضيفه عندكم البنات، دوك نقسم لكم حبه منها. شوفوا كيفاش جات من الداخل. هذه الحلوه روعه البنات، وتقطع كميه كبيره، تقطع لك كميه كبيره. والبنات تاعها شوفوا كيف مذكره خرجت ولا اروع. نبداو بسم الله في المقادير. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انا جبت ريسيبيون درت فيه 250 غرام مارغرين. البنات هنا نديرو 250 غرام مارغرين، نديرو معاها كيس سكر غلاس. شوفوا جبت باكي مارغرين، درت معاه كيس سكر غلاس كيما راكم تشوفوا البنات. هكا كيس سكر غلاس، ومن بعد نخلطو بالباتور كيما راكم تشوفوا البنات. نخلطو بالباتور. هذه الكميه تاع 250 غرام تخرج لك 60 حبه، تخرج لك كميه كبيره البنات. هذا الكاطو بزاف هايل ويخرج لك كميه كبيره. لا درتي بهذا المول يخرج لك 60 حبه. نخلطو بيان بالباتور البنات. اللي ما عندهاش الباتور تخلط بالفوي برك تخلط بيان. شوفوا كيفاش راني خلطت بيان. ومن بعد نزيدوا له حبه بيض وصفار. البياض تاع البيض نستعملوه نلصقوا به الكاوكاو. هكا درت حبه بيض ونخلط، ومن بعد ندير صفار حبه بيض والبياض نخلوه. هكا درت حبه بيض وصفار البنات، ونبقاو نخلطو. هكا ندير صفار هنا حبه بيض، ومن بعد هنايا درت هنايا دوك ندير 4 ملاعق زيت. شوفوا درت الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، الملعقه الثالثه والملعقه الرابعه. درت 4 ملاعق زيت البنات ونخلطو، نكملو نخلطوه. قلت لكم اللي ما عندهاش باتور تخلط بالفوي البنات. ونشكركم كامل على تعليقاتكم الرائعه، تفاعلتوا بزاف مع الفيديو تاع المخبز. نقول لكم ان شاء الله عن قريب اني نجيب لكم بزاف فيديوهات ان شاء الله، انتظروني. وهنا درت لافاني. هذو اليامات راني مع الاختبارات تاع ولادي. بنتي اللي تقرا في السيام كملت، وليدي اللي يقرا في بريمير مازالو ما كملش. صافي هذه سمانه كامل راني حنديها اختبارات. ان شاء الله الاسبوع القادم نديرلكم وصفات روعه البنات نكملوا مع الاختبارات. هنا درت لها كاوكاو محمص ومطحون عفوا. درت 4 ملاعق كاوكاو محمص ومطحون. درت 4 ملاعق كاوكاو محمص ومطحون، ملعقتين كاكاو. وهنا ندير 4 ملاعق مايزينا. هكا البنات نديرو 4 ملاعق مايزينا، ملعقتين كاكاو، 4 ملاعق كاوكاو. شوفوا الكاوكاو نتوما تحمصوه وتطحنوه. هذاك الخشين تصيروه، هذاك الخشين نستعملوه نرمدو فيه الحبه تاع الكاطو. وهذاك الرقيق نديروه داخل مع العجينه. درت ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، ما تكرتوش خميره كيميائيه بزاف. ومن بعد ندير الفرينه حتى تلم لكم العجينه. ما تيبسوش العجينه، لازم تخلوها طريه باسكو الكاكاو ينشف العجينه البنات. لازم تخلوها طريه هكا، لازم تبقى لكم طريه باش ما تنشف لكمش ويجيكم الكاطو طري. ها هي لك العجينه. دوك نشكلوها. شوفوا اللي عندها ميزان تشكلها على 28 غرام. انا هذاك المول درت فيه 28 غرام. هكا تشكلوها على دوائر. اللي ما عندهاش الميزان ادير هكا دوائر. قلت لكم البنات واللي ما عندهاش الميزان تكورهم عينها هي ميزانها. جبت هنا البياض تاع الحبه تاع البيض. هاي ليك الكاوكاو اللي قلت لكم محمص ومطحون. الخشين نحيناه صيرناه، الخشين انا حنستعملوه دركا. والرقيق درتو في العجينه. شوفوا ندير هذيك الدوائر في البيض، ومن بعد نجوزهم في الكاوكاو. هكا البنات حتى تكملوا كامل الكميه، ومن بعد ديروهم في المول.
كيما راكم تشوفوا يا البنات هكا. اعتذر البنات لكم تسمعوا في كاش صون ولا اني غلقه كاع تواقي، بصح راهم يخدموا في الطريق، سي بوغ سا لي راكم تسمعوا شويه صون. سامحوا لي البنات اعتذر. شوفوا بعد نجوزوهم هنا في الكاوكاو حتى تكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه البنات هكا كيما راكم تشوفوا هكذا. وما جبت هذا المول كيما قلت لكم انا استعملت مول اوفال، تقدروا تستعملوا اي مول عندكم كوغ مدور على باليش اي مول عندكم استعملوه. انا حبيت نستعمل هذا المول. ومن بعد ديروا هذوك الدوائر هكا تشكلوهم على حساب المول، طيبوهم على درجه حراره 180 درجه، ما تخلوهاش تطيب لكم بزاف. كي تنشف لكم تشوفوها بلي حمارت تنحيوها، هذا ما كان. بعد تقموها هكا كيما راكم تشوفوا البنات، تقموها كامل هكذا. ومن بعد ديروهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه. كيما قلت لكم كي يطيبوا لكم ينشفوا لكم تنحوهم، تحرقوش الكاطو. هنا جبت شوكولا تختيني، انا حنعمرهم بشوكولا تختيني، واحد البنه فيهم بالشوكولا تختيني طات الكاطو واحد البنه ولا اروع البنات. هذه شوكولا تختيني ذوبوا على بالماغي ولا في الميكرووند باش تخدموا بها فاسيلمون باسكو ديجا راهو البرد. ومن بعد ديروا هكا كما راكم تشوفوا تعمروا كامل هذاك الفراغ. بعد الشوكولا تختيني غير تقعد تنشف، ما تخافوش ما تبقى لكمش هكا جاريه تنشف. كون ديريها بشوكولا عاديه شوكولا تختيني تخرج بنينه على الشوكولا العاديه. تقدري ديري كراميل، تقدري ديري كريمه الزبده، بصح بالشوكولا تختيني خرج فيها واحد الكو روعه 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 البنات، خرجت بزاف بزاف بنينه. انا كملت عمرتهم كامل وما درتهم شويه في الكونجيلاتور قد ما بردوا لي شويه. انا درت لهم هنا مكسرات، هذه حاجه اختياريه انا باش يخرج لي الكاطو شباب. درت هنايا حبه لوز حبه جوز، واش تحبوا مكسرات ديروه. ومن بعد زيكزاكيتهم بشوكولا عاديه ذوبتها وزيكزاكيتهم بها. هذا واش درت. شوفوا كاطو ساهل ماهل ما يديش كامل الوقت ويخرج بزاف بنين. هذا الكاطو تقدري تخليه للعيد، تقدري ديريه في اي مناسبه عندك، ديريه لولادك فرحي به العائله ديالك. اي مناسبه عندك ديه ضيفه في يدك يخرج روعه روعه البنات. اللي عندها سابع عرس اي مناسبه تقدري ديري هذه الحلوه باسكو تخرج روعه روعه البنات. زيكزاغوا هكا باش يعطي لها شكل جميل. هذا مكان هذا واش درت في الحلوه. كما قلت لكم البنات انتظروني في وصفات اخرى، وصفات حلويات ملكيه، حلويات بريستيج. راني وجدت لكم بزاف وصفات ان شاء الله نحطهم لكم في الايام المقبله. هكا البنات زيكزاغوهم هكذا. وفي الاخير حبيباتي هاي لك الوصفه كيفاش خرجت. شوفوا الكاطو خرج بزاف هايل والله يا البنات، لا البنه تاعو ولا اروع. هذيك الشوكولا تختيني زدت له واحد الكو واحد البنه روعه روعه البنات. كما قلت لكم الشوكولا تختيني ما تخافوش منها باسكو تنشف عادي جدا وتخرج ولا اروع. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله البنات، شهيتكم في الجنه ان شاء الله البنات. دوك نقسم لكم حبه منها تشوفوا كيفاش جات من الداخل هكا. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله البنات، خرجت روعه، الشكل تاعو جميل، البنه تاعو ولا اروع. شوفوا كيفاش خرجوا روعه روعه البنات. انا ديتهم ضيفه في يدي كامل عجبتهم هذه الوصفه، عجبتهم بزاف البنات. شوفوا نقسم لكم حبه منها. وفي الاخير حبيباتي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.